رجولة مين؟ يا عم الرجالة ماتت في الحرب. نخوة؟ نخوة ايه يا عم؟ ابقى سلم لي عليها. ايوه. كلنا سمعنا الكلمتين دول في الزمن اللي احنا عايشين فيه. بس تعال احكي لك اللي حصل معايا. سواق ميكروباص اسمه عم إبراهيم، 40 سنة، حياته ماشية بالعافية. مراته محتاجة عملية وابنه في الثانوية العامة، وكل يوم بيحسبها بالورقة والقلم، ومش مكفي على المصاريف البيت. عم إبراهيم سايق العربية على مهله، غرقان في التفكير جوه المشاكل اللي عنده، وبيفكر في المصاريف زيه زي ناس كتير تبقى في أشغالها ودماغها مش موقفة تفكير في اللي وراها. إزاي هيعمل عملية مراته ومستقبل ابنه، والهم اللي على ظهره تقيل كأنه شايل جبل. وعلى الرغم إن الجو حواليه هادي، لكن دماغه دايما مليانة وشايل الهم، لدرجة إن الوجع وتأثير الضغط بقى واضح على وشه. في ليلة شتوية ساقعة زي الجو اللي احنا فيه دلوقتي، عم إبراهيم كان سايق آخر مشوار له قبل ما يخلص اليوم. الطريق واقف خالص، المطر بينزل بغزارة، والريح بتلعب بالأشجار وتضرب في وشوش الناس. العربيات واقفة على الجنب، والمرايات بتلمع من المطر. الناس ملمومة حوالين الطريق، ووشوشهم مليانة خوف وقلق. منهم اللي بيشاور ناحية حاجة بعيدة، والناس التانية بتصرخ وتحاول تساعد. فجأة سمع إبراهيم صوت واحد مشلول بيصرخ: في عربية مقلوبة من على الكوبري في البحر، وفي بنت جوه العربية مفقودة، وأمها بتقول إن محدش لاقيها. الصوت كان عالي ومخيف، المطر والريح والصراخ مخلوطين مع بعض، وبيعملوا جو من التوتر اللي يخلي أي حد واقف وشايف المشهد يخاف. فبقى الكل واقف مكانه، لا يتحرك، خايف ويشاهد المنظر فقط. عم إبراهيم بص حواليه بسرعة، وشاف الناس كلها خايفة ومتحيرة. وفجأة وسط الزحمة شاف البنت اللي بتدوروا عليها جوه العربية المقلوقة في البحر، والمية محوطاها من كل ناحية، والحمد لله العربية لسه ما غرقتش. قلبه اتجمد للحظة، وفكر: أعمل إيه؟ أنزل أحاول ألحقها، ولا أكمل آخر مشوار في اليوم وأروح أرتاح؟ محدش كان بيعمل حاجة، وكأن الناس كلها اتجمدت وقلوبها ماتت من كتر الخوف. عم إبراهيم قرر وقال لنفسه: أنا هنزل ألحقها، مع إنه عارف إنه لو نزل ممكن ما يطلعش بسبب الجو الصعب، والناس واقفة متجمدة وما بتعملش أي حاجة. لكن بص قدامه والدنيا زحمة، شاف البنت جوه العربية بتشاور له وهي بتصرخ: يا عمو أنا هنا، الحقوني. في اللحظة دي خد القرار فوراً إنه هينقذها، ولسه هينط الناس صرخت فيه: انت هتعمل ايه يا مجنون؟ ده خطر، انت مش شايف المية والجو عاملين ازاي؟ رد عم إبراهيم بهدوء وحسم: لو دي كانت بنتكم كنتوا عملتوا ايه؟ وفي نفس اللحظة ومن غير تردد نط في المية بكل شجاعة علشان ينقذ البنت. كان خايف لكن عزيمته وشجاعته وحنية قلبه كانوا أقوى من أي خوف. ونط في المية الساقعة وكسر الزجاج وأخرج البنت من العربية قبل ما تغرق وتموت، مع إن المية كانت عليت عليه ونفسه خانه وإيده اتجرحت وهو بيكسر. لكن الحمد لله في النهاية طلعوا بخير. الناس سقفت له وقالوا: أنت بطل حقيقي. والستات قالت بضحك: الرجالة ما ماتوش في الحرب ولسه عايشين اهو. وعيون البنت كانت مليانة دموع فرح وامتنان. بعد أيام جات له مكالمة من رقم غريب: أنا والد البنت اللي أنقذت حياتها، يشرفنا نديك فرصة شغل دايمة معانا وراتب محترم علشان تكون جنب أهلك ويعيشكم مرتاحين، وعملية مراتك مجانا على حسابنا وفي أحسن مستشفى في مصر. عم إبراهيم قال بدموع: بس أنا ما عملتش كده علشان مقابل. رد عليه والدها: وعشان كده ما كانش ينفع ما تبقاش معانا، احنا محتاجين حد أمين وكويس وجدع زي حضرتك، ويشرفنا تكون معانا. الفرحة غمرت قلبه، وحس إن الخير اللي عمله رجع له بطريقة أكبر وأحلى. راح الشركة ومضى العقد، ومراته عملت العملية ونجحت وقامت بالسلامة الحمد لله، وابنه خلص الثانوية ودخل الكلية اللي نفسه فيها، وبقى يفيد كمان من مرتبه، وربنا كرمهم آخر كرم.
البيت اتملى فرح والابتسامة رجعت على وشوشهم دايما. الضمير والنخوة والإنسانية يمكن دلوقتي ما بقاش ليها قيمة عند ناس كتير، لأن الناس دي هم نفسهم مالهمش قيمة. لكن صدقني، حتى لو الدنيا ما قدرتش، عند الله عمل الخير عمره ما يضيع. خليك صاحب ضمير وإنسانية، وساعتها عمرك ما تكون الضحية، لأن الضحية هي اللي ما لقتش حد يربيها على الصح. لكن انت حتى لو عشت في زمن ما بقاش فيه حد فاهم معنى الكلمة دي، فخليك متأكد ان الله أكيد هيجازيك كل خير على قلبك وأصلك الطيب. واديك شفت اللي حصل معايا. ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد. سلام.